يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا اسراء علاء. ما تنسوش تشتركوا في القناه، وعلى الجرس، لايك وشير وكومنت عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم جلاش باللحمه، او بوريك باللحمه. آه انا مش عارفه ابدا منين ولا منين، بجد طعمه رهيب. من الاطباق المفضله المحببه لقلبي. طعمه بالنسبه لي حاجه ما تتقارنش بحاجه تانية. طعمه رهيب، حلو جدا جدا جدا. مقرمش من بره، طري من جوه. طبعا الحشوه اللي انتوا عايزينها اصلا ممكن، يعني مش لازم لحمه مفرومه، ممكن جبن، ممكن فراخ، ايا كان يعني اللي انتوا عايزينها براحتكم. انا هنا حشيت شويه باللحمه، واتبقى كده. آه، اتبقى شوية ورق، مفيش لحمة يعني، كانت خلصت. بعدين قمت عاملاهم كان عندي موتزاريلا. حطيت عليها جبنة رومي، حطيت عليها مخلل خيار، يعني بس اي مخلل، اي حاجة انتوا عايزينها، عايزين زيتون، اي نوع جبن انتوا عايزينه. عايزين يعني براحتكم، اي حاجة، هي طعمها رهيب. طيب، اول حاجة انا كان عندي ربع كيلو جب لحمة مفرومة متعصجة في الفريزر. طبعا تعصيجة اللحمة سهلة، ما فيهاش اي حاجة. التشريبة بقى: كوباية لبن، ملح، فلفل اسمر، نص معلقة بيكنج باودر لو انتم مش عايزين تحطوا بيض. تمام، هنقلبهم مع بعض كده كويس، وتمام كده التشريبة خلاص خلصت يعني. وعندي زبدة سيحتها في الميكروويف. هنجيب بقى الصينية اللي هنعمل فيها. اول ما نبتدي نجهز الحاجات دي كلها، نبتدي نفتح لفة الجلاش ونغطيها عشان ما تنشفش مننا. بصوا بقى، انتوا هتلاقوني سادة كده نص الكادر يعني، بس سوري يعني. اول حاجة هبتديها ان انا هعمل رشة دهنة زبدة كده تحت في الصينية. عايزين الزبدة تحطوا زبدة وسمنة، تعملوا لها ميكس يعني. تمام، مش مشكلة. عايزين زبدة بس برضو تمام، مش مشكلة. آم، انا هبتدي بقى اخد ورقتين ورقتين، لان انا ما بحبش صراحة الورق يبقى كتير. عايزين تاخدوهم 3 ورقات، تمام. عايزين 4 برضو براحتكم. انا هاخدهم 2 بس، لان يعني زي ما قلت لكم انا ما بحبهاش تبقى الورق مليان يعني. ودهنت زبدة على واحدة بس طبعا يعني زودتها بحيث ان هي اللي تحت يوصل لها زبدة كمان يعني. بس وبدأت ان انا افرد اللحمة. عايزين طبعا تزودوا اللحمة براحتكم، عايزين تقللوها شوية براحتكم. يعني انا مش عارفة انتوا هتشوفوا ازاي هنا. بس وانا بلف يعني ما بضغطش على اللفة وانا بلفها عشان ما تبقاش مكبوسة. عشان التشريبة تخش جواها كويس يعني. بس هنا هعمل معاكم واحدة تانية. بدهنها كده زبدة كويس. وابتدي برضو افرد اللحمة المفرومة. طبعا تعصيجة اللحمة المفرومة سهلة. يعني انا عملتها معاكم قبل كده. هنجيب اللحمة نحطها على النار الاول لحد ما كلها تاخد لون. بعدين بصلاية كده وسط نقطعها ناعم. برضو نقلبها. عايزين بقى تزودوا معاها فلفل، عايزين تزودوا معاها جزر، عايزين تزودوا معاها اي خضار تاني. آه تمام يعني براحتكم يعني. بس ونحط لها التوابل ومعلقه صلصه لحد ما تستوي يعني. تمام، هنا كنت خلصت الكميه كلها. انا بقى ما صورتش، مش عارفه ليه ما صورتش معاكم وانا بحشي الجبن، بس يعني هي جبن ما فيهاش اي حاجه يعني. بس قطعتها هنا كده التقطيعه عايزين تصغروها، عايزين تكبروها براحتكم. هنا انا كنت زودت اللبن شويه عشان مش عارفة، حسيت ان هو قليل شويه يعني. بس وابتديت ان انا اصب بقى الخليط كله على الصينيه.
وحركها كده يمين وشمال وفوق وتحت عشان التشريبة تخش بين الفراغات كلها يعني. دخلتها فرن متسخن درجة حرارة 200 لحد ما خدت لون من تحت. انا الفرن بتاعي ما بيوزعش الحرارة صراحة كويس، ففتحت الشواية عليها. لو الفرن بتاعكم بيوزع الحرارة كويس هي هتاخد لون من فوق لوحدها من غير ما تفتح الشواية يعني. اخدت تقريبا اقل من نص ساعة او نص ساعة. بس كده، ده كان شكلها. ده يعني مش عارفه اقول لكم ايه بجد، والله طعمها حلو قوي. انا بحبه قوي 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 يعني. بس جربوه. عايزين كمان تعملوه اللي هو طبقات عادي، دي ممكن ودي ممكن بنفس التكنيك، بنفس التشريبة، بنفس كل حاجة. هيمشي يعني. بس كده، ده كان شكله، ده كان طعمه. طبعا يعني طعمه جربوه انتوا بقى. جربوه قولوا لي رأيكم فيه ايه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وعلى الجرس، لايك وشير وكومنت عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله، واشوفكم على خير.